حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد وروتين كده حلو وسهل. هنقضي يوم كامل كده في المطبخ. طبعا كل الأمهات بتقضي أغلب وقتها في المطبخ بالساعات، وبياخد مننا مجهود بس على قلبنا زي العسل لما بنطلع نتيجة حلوة كده وأكل لذيذ. بنقول الحمد لله، يعني ان احنا قضينا الوقت ده وفي الاخر عملنا حاجة كده جميلة ولذيذة. بس طبعا النهاردة هوريكم طريقتي في لف المحشي الكرنب، يعني او التسبيكة بتاعته بعملها ازاي، وهعلم البنات اللي ما بتعرفش تلفه. وعلى فكرة انا هعمله بدون لحمة وبدون فراخ. مش شرط يا بنات علشان خاطر عندنا مش عندنا مثلا لحمة او فراخ ما نعملش المحشي. لا طبعا انا هوريكي ازاي تعملي المحشي بفراخ او بلحمة كده وكده. فتابعي معايا الفيديو ده. طبعا كان معايا كرومبوية كده معلش اعذروني. كان معايا كرومبوية كده صغنونة، مش صغنونة قوي بس هي وسط. فكنت جايباها يعني وكده من السوق. فضربت بصلتين كده حمر، واحدة كبيرة وواحدة وسط في الكبة. وبعد كده طبعا نزلت بزيت وحطيت البصلاية لحد ما تتحمر عندي او تبقى اللي هو مصفرة. حطيت طبعا شوية ملح، شوية ملح وشوية فلفل اسود، ده اساسي في اي بصلة. وبعد كده ضربت معجون الطماطم او ضربت صلصة الطماطم وحطيتها طبعا عليه. وحطيت مية سخنة في قلب حلة علشان خاطر هسلق فيها الكرنباية عندي. طبعا كان عندي صلصة كنت مصلصاها يعني وكده، فحطيتها في الصلصة دي. عادي يا بنات لو انت عندك شوية صلصة تقدري ان انت تحطيها في الصلصة اللي انت لسه عاملاها. بس وواحدة دجاج ماجي كده حطيتها على الصلصة، وحطيت شوية فلفل وشوية ملح تاني، شوية فلفل اسود وشوية ملح، وهحط 7 بهارات وشوية كزبرة. بس هو ده اللي انا هحطه في قلب الصلصة بتاعتي علشان تتسبك براحتها وبس كده. بعدين ايه تاني اللي هيحصل؟ والله يا بنات انا بنسى كتير جدا جدا. فلو لسه انتي متابعيني لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتدوسي لايك جميل كده، وتشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل عام وانتم بخير بسبب المولد، يعني المولد النبوي الشريف. فكل سنة وانتوا بأحسن حال وبخير يا رب، ودايما كده بصحة كويسة وراحة بال وسعادة. ونفضل كده يا رب كده على دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس طبعا اديني اهو جبت الكرنبايه. طبعا بقطع الحته اللي هي اللي من فوق دي، بقطعها كده لحد تحت شوية علشان خاطر زي ما انتوا شايفين انا بخبط في قلب الكرنباية عندي وبطلع الورق بالراحة. بالراحة جدا يا بنات الخطوة دي علشان الورق بتاعك بيبقى لازق في قلب بعض. فممكن انتي تشدي الورقة جامد فتتقطع الورقة منك. فاحنا طبعا لا، احنا عايزين الورقة تطلع سليمة وكويسة كده. فانتوا زي ما انتوا شايفين انا ببصوا بحركها واحدة واحدة كده، وبشوف انهي واحدة اللي الورقة هتطلع معايا. وبس كده. طبعا بطلع كل الكمية اللي في الورق، وفي حتة بتبقى اللي هي الورق الصغير انا بسيبها زي ما هي، وبعد كده بسلقها كلها، يعني بحطها في قلب المية كده وبسلقها كلها. بس فطبعا هتشوفوا معايا واحدة واحدة. يعني بصوا انا بوريكم ان انا بسلك الورقة واحدة واحدة، وبشوف انهي ورقة اللي مفروض تطلع. يعني في كانوا ورقتين كده سبحان الله داخلين في قلب بعض، فكنت بسلكهم واحدة واحدة.
بس طبعا يا بنات المحشي الكرنب ده سهل جدا ولفه برضو سهل. يعني انت لو اتعودتي ان انت تلفيه بعد كده هتلاقي ان انت محشي الكرنب اسهل بكتير من محشي البتنجان والفلفل، فاهمين؟ بس طبعا عندي كانت المية ابتدت ان هي تغلي، فحطيت فيها شوية ملح، شوية ملح حلوين يعني يا بنات، وبعد كده حطيت فيها شوية كمون. وبس كده هبتدي ان انا احط فيها الورق بتاعي، واقلب 5 ثواني هنا و5 ثواني ناحية يعني بقلبه. يعني بحط مثلا الجنب ده 5 ثواني، وبقوم قلبة الورق وبعد كده اخليها 5 ثواني تاني. ما تكتريش في السلق بتاعها علشان ما تتقطعش منك وانتي ايه بتلفي وتتضايقي وتقولي لا انا مش عارفة الف الكرنب. فبصوا هو يا دوبك انتي تحطيه وبعد 5 دقايق من الجنبين طلعيهم، فاهمين حاجة؟ يعني ما تكتريش في السلق بتاعها علشان الورق ما يتقطعش منك. وانت برضو هتبقي لسه مبتدئة، فلسه مش عارفة ان انت تلفيها. حتى لو الورق اتهرى منك انت مش هتقدري ان انت تلفيها علشان انت لسه بتتعلمي واحدة واحدة، فاهمين؟ بس فانا عشان كده بقولك التركة دي خلي بالك ان هي تتهري منك، فانت مش هتعرفي تلفيها. كل ما تبقي عايزة تلفيها هتتقطع منك فمش هتعرفي. بس فانا عارفاكم ان انتوا طبعا كلكم شاطرين كده وهتتشجعوا مني، وهتقومي تجيبي كرومبايه كده حلوه وايه وهتعمليها. وان شاء الله باذن الله هتطلع زي العسل من ايديكم كلكم. انا عارفه والله يا بنات انا بقول لكم ايه ان انتوا كلكم فعلا شاطرين. بس فانا بقول لكم كده اهو خلصت طبعا كل الكميه، او هخلص كل الكميه بتاعه الورق. بعمل النظام ده يعني كل ما بطلع ورق بحطهم طبعا في صينيه عندي، ان انا احطها يعني كلها رص الورق. بس زي ما انتوا شايفين انا خلصت كل كمية الورق. اتبقى معايا الحتة اللي انا بقولكوا اللي هي الورق فيها بيبقى صغنن ده، فحطيتها كلها في قلب الحلة وبضغط عليها كده بحيث ان كل الورق اللي جواها يبقى داخل في قلب المية فايه يستوي، فاهمين حاجة؟ يعني بفضل اضغط عليها كده كل شوية علشان خاطر ايه كل الورق اللي جوه اللي هو مش واصل لها المية تستوي. بس وبقلب طبعا الناحية التانية علشان خاطر برضو ايه تستوي من كل الجوانب يا بنات. بس وطبعا بعد كده بتبقى مستوية كلها، يعني كل الورق اللي بيبقى جوه طبعا الصغير لا بيستوي، فاهمين؟ بس طبعا طلعتها زي ما انتوا شايفين كده هي بتدي لون كده، يعني بتغير، انت بتلاحظي ان الورقة غيرت لون وان دبلت شوية. اول ما تحسي بالورقة ان هي دبلت شوية تقومي مطلعاها على طول. بس كده طبعا خلصت. وكانت عندي برضو الصلصة كانت خلاص خلصت او كان فاضلها شوية، فطبعا طلعت الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده كمية الورق، وهبتدي ان انا ايه اجيب صينية واقطعه. هتشوفوا برضو انا هقطعه ازاي. بصي يا بنات انا بمسك الورقة زي ما انتوا شايفين كده بشيل منها العروش اللي هي اللي فوق كده الناشفة دي، وبقطع الورقة نصين. طبعا انت لو عندك الورقة اكبر من كده تقطعيها 3 زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم ان هي بتبقى قد ايه الورقة، وبتبقى بتتقطع 2 كده. طبعا انا علشان خاطر الكرومباية بتاعتي صغنونة فلما بقسم الورقة كده بطبقها وبعد كده بقسمها بالنصين، فبتبقى عندي الورقة زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين اهو انا بقطع الحتة اللي من فوق بشيلها على جنب، وبعد كده بطبق الورقة تطبيقتين كده، وبعد كده بمسكها بالنص اقسمها نصين اهو. بوريكم الورقة بتبقى قد ايه. انا عندي الكمية كلها طبعا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو الحتة اللي انا كنت حطاها في المية كلها دي اللي هي الورق الصغير، طبعا دي انا بقطعها بشيل بس الورق الصغير كده واركنه على جنب، مش بعمل اكتر من كده. هو اصلا مش بيبقى فيه عروش زي الورق الكبير. طبعا غسلت نص كيلو رز كده وحطيتهم، وبعد كده عندي الصلصة كانت مسبكة وحطيتها طبعا على
الرز. وكان عندي 3 الانواع الخضره، يعني اللي هو واحده كزبره وواحده بقدونس وواحده شبت، قطعتهم برضو صغنن. وبعد كده نزلت عليهم بالطماطم والرز، وحطيت شويه نعناع، علشان طبعا ايه الوصفه دي او المحشي بيحب قوي شويه النعناع كده، بيدي طعم يا بنات رهيب بصراحه. جربيها، مش بيبقى طعمها باين قوي، بس بتدي طعم كده بيبقى جميل جدا في قلب المحشي. طبعا نقلت طبعا الرز، قلبته كويس ونقلته. وجبت الحلة اللي انا حاطه فيها الصلصة او اللي انا سبكت فيها الصلصة. طبعا بنزل فيها كمية الصلصة بتاعتي، وما بغسلهاش يا بنات، بسيبها زي ما هي بالصلصة بتاعتها، انا عايزاها كده تبقى فيها الصلصة بتاعتها. وبحط طبعا العروش من تحت كده، كبطانة طبعا ان انا احط فيها المحشي، و ما يحصلش طبعا ايه ان انا المحشي على طول يبقى في قلب الحلة ويتحرق من تحت، طبعا الجزء اللي تحت طبعا كله يتحرق. فزي ما انتوا بتشوفوا كده ان انا بقطع الورقة، بمسك الورقة بقطعها على قد ما انا هلف المحشية كده او الصباع بتاعي، بلفه وبعد كده برصه في قلب المحشي او في قلب سوري في قلب الحلة كده. وبعمل طبعا كل الكمية زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم، انا طبعا مسرعة الفيديو، بس انا بلف واحدة واحدة. بمسك الورقة وبلفها واحدة واحدة. انت بتلاقي الورقة اصلا بتتلف معاكي بكل سهولة، يعني انت بتحطي شوية رز وبتلفي الورقة واحدة واحدة كده، بتلاقيها بتتلف معاكي بكل سهولة. طبعا بحط طبعا كل الكمية. انت لما تيجي ترصي الحلة، يعني طبعا انت رصيتي الحلة بالجنب ده او كله بالجنب ده، الناحية التانية او الصف التاني اللي انت هتعمليه فوقيه عكس الاتجاه، وهكذا لحد ما ايه تلفي الكرنباية كلها، او تلفي الكمية بتاعتك كلها، او الحلة بتاعتك تخلص، وهكذا. فاهمين؟ يعني كل الورق بتاعك او الصوابع تجيبيها مثلا يمين، كله يمين، وبعد كده تجيبي كله شمال، وهكذا زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا، انا لفه يمين وشمال يمين وشمال. بس طبعا خلصت كل الكميه واتبقى معايا شويه رز، بركنهم على جنب. طبعا كنت خلاص بصراحه الجو حر جدا وقاعده في المطبخ بقالي كتير، فحبيت ان انا اكافئ نفسي كده واعمل ليمون كده بالسفن، واحط فيه تلج كده. وبصوا هو رطب عليا بجد والله العظيم، خلاني كده بقى انتعاش، وواقفه طبعا بسوي المحشي وبشرب طبعا الليمون. بصوا يعني زي ما انتوا شايفين كده، كان مدي برضو ايه طعم كده حلو في البيبسي. فكان بصوا مع التلج تحفه. طبعا عندي كيس شوربة بتاع فراخ انا كنت حطاه في الفريزر، فسقيت بيه المحشي بتاعي، وعملت كمان منه ملوخية ناشفة، وعملت كمان شوربة لسان عصفور. وطبعا كان عندي المحشي كده استوى. فعشان كده بقول لكم مش شرط ان انت تكوني عندك لحمه او فراخ علشان تعملي المحشي. لو عندك كيس شوربه لحمه او شوربه فراخ انت حطاه في الفريزر، تقدري ان انت تطلعيه وتعملي المحشي بتاعك وهيطلع زي الفل. بس كده يا بنات، واكون خلصت الوصفه بتاعتي وروتيني. واستنوني تاني في فيديوهات كتير، وبحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.